التعامل مع الروايات. هاي هم قضية مهمة جدا وحساسة لأهل الفضل، خاصة لدى التعامل مع الروايات ينبغي أن يأخذوا الحذر والحيطة. لا يمكن تكذيب الرواية لأنها ضعيفة سندا، لا يمكن رد الرواية لأن في متنها خفاء أو غموض. هذا أيضا منهج خاطئ ربما يقود صاحبه إلى أصحاب السعير، لأن الرواية إذا كانت من ناحية السند مختلة، هذا الاختلال إثباتي مو معلوم ثبوتي، لعل الرواية صادرة عن المعصوم بس الطريق الذي وصلتنا به الطريق مختل. كيف يمكن لإنسان مؤمن أن يكذب الرواية لأن طريقها ضعيف أو مرسلة أو فيها شخص مجهول؟ هذا منهج خاطئ. الرواية إذا كانت خفية من ناحية المتن توكل إلى النظر إلى التحري وإلى القرائن لرفع هذا الغموض، لرفع هذا الإجمال.